السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تكملة سلسلة حلقات الأفكار اللي بتتكرر في الامتحانات. فكرة النهاردة برضو بعنوان الدينامو وعمك نبوي. مسألة كده بسرعة، بيقول لي إيه؟ ملف دينامو أو مولد تيار متردد يتكون من 12 لفة، يبقى دي N. مساحة مقطع كل منها يبقى دي A. ومقاومة سلك الملف الكلية يبقى دي R. يدور الملف في مجال مغناطيسي منتظم كثافته يبقى دي B. لينتج تيار تردده يبقى دي الاف. عايز القيمة العظمى للتيار الاي ماكس. طبعا اي اي بيساوي في على ار، والفي هنا هي الاي ام اف ماكس على الار. طب ما هي الاي ام اف ماكس هتتفك لعمك ايه؟ نبوي. والاوميجا بتتفك الى 2 باي اف. اوميجا يعني السرعة الزاوية تساوي 2 باي اف على ار. نعوض بقى ونجيب الناتج. الان ب 12، البي مديها لي ب6 من 10، الاي ب8 من 100 في 2 في 22 على 7 في الاف اللي هو مديها لي بكام؟ ب50 على الار ب22 ونجيب الناتج. دقيقة واحدة نجيب الناتج. يبقى هنحسب 12 في 6 من 10 في 8 من 100 في 2 في 22 على 7 في 50 على 22. يطلع الناتج 1 و2 12. يطلع الناتج 8 و22 أو بالتقريب 8 و23. طيب هناخد كمان سؤال كده عشان نأكد على فكرة الزاوية والزمن. بيقول لي دينامو تيار متردد يعطي تردد 50 هرتز، يبقى دي الاف. فيكون زمن وصول قيمة التيار من الصفر لقيمة تعادل القيمة الفعالة للمرة الأولى. ركز، سؤال حلو. أي سؤال في الدينامو عايز الزمن لازم تجيب الزاوية، يبقى نجيب الزاوية. طيب احنا عايزين التيار يوصل من الصفر للقيمة الايه؟ الفعالة. التيار اللي بيوصل ده اللي بيتغير اسمه الاي لحظي. الاي لحظي ليه قانون بيساوي اي ماكس ساين سيتا. هو قال لي ان عايز الاي لحظي ده يبقى يطلع بيساوي الاي افكتيف. يبقى الاي افكتيف هتساوي اي ماكس في ساين سيتا، والافكتيف دي يعني الفعاله، والاي افكتيف دي بتساوي 1 على جذر 2 اي ماكس هتساوي اي ماكس في ساين سيتا. طبعا الماكس هيروح مع الماكس، شيفت ساين 1 على جذر 2 تطلع الزاويه 45. طبعا في ناس حافظه على طول ان لما يقول لي القيمه الفعاله يبقى الزاويه كام؟ 45. صح، بس دي المره الاولى. المره الثانيه تبقى 45 زائد 90 تزود عليها تبقى 135 وهكذا بقى. طيب هو لسه ما خلصناش، احنا عايزين بقى الزمن. الزاويه دي قلنا بتتفك الى 2 باي اف في تي، يبقى 45 هتساوي الباي جوه الزاويه ب 180 في الاف اللي هي بكام؟ ب 50 في التي. نجيب التي بقى، نقسم 45 على الباقي كله يبقى 45 على 2 في 180 في 50. هنحسب بقى، يبقى الزمن هيساوي 45 على 2 في 180 في 50 يطلع 25 من 10,000 ثانية، واحنا عايزينه بالملي ثانية نضرب في 1000. فلما نضرب في 1000 هتطلع الإجابة 2.5 ملي ثانية. ماشي، تطلع الإجابة كام؟ 2.5. ونستناكم إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات سلسلة الحتة اللي بتيجي.